في فترة 2008 ل 2010 الكوميديا المصرية كانت بتعيش أحسن حالاتها مع مسلسلات السيت كوم اللي كانت بتتعرض على التلفزيون في الفترة دي، وكان أشهرها طبعا مسلسل راجل وست ستات ومسلسل تامر وشوقية. ومن شدة المنافسة اللي كانت بين المسلسلين دول أنا فاكر وقتها إن تامر وشوقية كان بيتعرض في نفس ميعاد راجل وست ستات. وبصراحة الواحد كان حيران يشوف أنهي مسلسل فيهم، لأن الاتنين أجمد من بعض. مع النجاح الكبير اللي حققته المسلسلات دي ظهرت مسلسلات كوميدية من نفس النوعية، زي مسلسل العيادة ومسلسل حرمت يا بابا. ومن 2016 ل 2019 المسلسلات الكوميدية اختفت من ملعب الدراما المصرية، لكن مع حلول سنة 2020 الكوميديا رجعت لساحة الدراما المصرية من تاني. طيب خلونا الأول قبل ما نتكلم عن ميت وش نفتكر المسلسلات اللي كانت بتتعرض معاه في الفترة دي. وما إننا بنتكلم عن رمضان فلازم نجيب سيرة البرنس اللي قدمه محمد رمضان في سنة 2020. من رأيي المسلسل ده كان عنصر نجاحه القصة والكتابة والتمثيل، وده اللي خلاه يكون أعلى مسلسل في رمضان 2020 من حيث نسب المشاهدة. في نفس الموسم برضه اتعرض مسلسل النهاية ليوسف الشريف. يوسف الشريف قرر إنه يكلمنا عن الماسونية من خلال النهاية، وبالرغم إن أول لما إعلان المسلسل ده نزل في ناس كتير اتحمست ليه، إلا إن مع بداية عرضه الناس ملت وزهقت منه. وده طبعا لأن القصة كانت معقدة ومش مفهومة، واللي بوظ المسلسل أكتر نهايته الغامضة اللي ما جاوبتش على أسئلة الناس، والمفروض إن كان يكون في جزء تاني من النهاية، لكن ده ما حصلش. في نفس الموسم بقى كان بيتعرض مسلسل رجالة البيت اللي كان من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، ومع الدويتو القوي ده الناس كانت فاكرة إنها تشوف كوميديا من العيار التقيل. ولكن حصل العكس، ومع أول حلقة من المسلسل شفنا كمية استظراف وسخافة مش طبيعية. المؤلف كتب لنا إفيهات حمضانة جاية من السوشيال ميديا، لكن على الناحية التانية مسلسل ميت وش قدر يحقق نجاح كبير جدا طول فترة عرضه، بالرغم إن المسلسل دوت أبطال مش كوميديانات. يعني لو قلتلك مثلا إن في مسلسل كوميدي من بطولة نيللي كريم اللي كل سنة كانت بتنكد علينا في رمضان، تخيل المسلسل ده شكله هيكون عامل إزاي. وكمان البطل قدامها آسر ياسين اللي هو آخر حاجة عملها كان فيلم تراب الماس اللي كان بعيد تماما عن الكوميديا. قصة مسلسل ميت وش بتحكي لينا عن عمر وسكر الاتنين اللي بيأسسوا عصابة بتسرق الناس وبتنصب عليهم. كاملة أبو ذكر قدرت إنها تقدم كاست حلو جدا، هي الصراحة كانت حاطة كل ممثل في مكانه الصح. كوميديا الكاركترات هي نوع الكوميديا اللي اعتمد عليها مسلسل ميت وش. في النوع ده من الكوميديا عشان المشاهد يضحك ويموت من الضحك لازم يشوف قدامه شخصيات غريبة، ومعظم أفراد العصابة كانت شخصياتهم غريبة آخر حاجة. نبتدي مثلا بنجلاء كانت هي حلقة الضعف في العصابة، ودايما طول المسلسل مصدعانا بجملتها المعروفة: أنا لا ليا لا حبيب ولا قريب ولا غريب. وبسبب غباء نجلاء هي اللي اتقفشت في الآخر وقرت على العصابة كلها. كان فين؟ هو سكر اللي انا أما بقى بالنسبة لسبعبع فسبعبع هو العنوان الأمثل للنحس. سبعبع كان نفسه يمثل ويبقى ممثل مشهور، بس الفرصة ما جاتلوش، دي جات لمراته. وفي نفس الوقت اللي سبعبع سوقه كان واقف مراته كانت بتشتغل في السينما والتلفزيون، ومنة الريجيسير ما كانتش مكفية سباعي، وعشان كده سباعي بدأ يسرق. وأول لما مراته عرفت كده سابته وخدت بنته. نقدر نقول إن سباعي كان أكتر واحد محتاج ينضم لعصابة ميت وش، بس سبعبع كان هيبوظ لهم أول عملية لما الغبي راح غسل وشه في الحمام، فالميك اب اللي عاملهوله ماجي وقع من على وشه فوشه الحقيقي بان. لكن الغلطة دي ما ضرتش سباعي وكمل مشواره مع عصابة ميت وش وبقى عضو نشط فيها. عم سامح الضلالي بقى باين من اسمه بصراحة شخصية ما ترتاحلهاش خالص، موظف حكومة مرتشي بس دمه خفيف. اكتر مشهد بحبه لعم سامح في المسلسل لما نجلاء ادته الفلوس بتاعتها عشان يشيلها عنده، وده طبعا لان عم سامح من وجهة نظر نجلاء راجل بتاع ربنا وبيصلي وبيخاف ربنا. واول لما نجلاء بتروح له تطلب منه فلوسها بينكر انه يعرفها، وكمان بيفتح عليها مطوة وبيقول لها كلي طين واشربي من الترعة. شخصية فتحي بقى بس مش عارف انهي فتحي فيهم بصراحة، فتحي بتاع دلوقتي ولا فتحي بتاع زمان. شخصية فتحي بتاع دلوقتي كانت عاملة جو لطيف كده للمسلسل، وكان واضح اوي الكيمياء والتناغم اللي كانوا بينه وبين عم سامح الضلالي. الاتنين دولت لما كانوا بيظهروا في مشهد مع بعض اعرف انك هتموت من الضحك. فتحي كان عنده ولاء كبير لعصابة ميت وش لدرجة انه ادالهم الهانجر بتاعه عشان يجتمعوا فيه ويكون ده وكر العصابة.
كمان فتحي كان بيجتهد على قد ما يقدر عشان يكون حرامي محترف وله شأن في العصابة، لكن في النهاية عفريت فتحي رجع وبقى فتحي بتاع زمان بعد ما خان عصابة 100 وش، وقبل اتفاق عطوة انه يغدر بصحابه، وبدل ما يبيعهم ب 200 مليون باعهم ب 300 مليون، وعلى رأي المثل حرامي سرق حرامي. هي الغدر مش طبعي، هعمل ايه بقى ب 300 مليون؟ لو جينا نقيم أداء عصابة 100 وش ونقول إيه أحسن عملية سرقة عملوها، هي بصراحة كل عمليات السرقة بتاعتهم كانت صعبة، سواء عملية عم غزال أو محل الذهب ولا معرض العربيات أو حتى عملية الحضانة الألماني، لكن أحسنهم طبعا واللي كانت بتضحكني هي عملية الفرح. في العملية دي حمادة قرر إنه يعمل نفسه واحدة ست ويجوز الرجالة ويضحك عليهم، وبصراحة حمادة أبدع في دور الواحدة الست اللي ما كانش جديد عليه. اللي شاف إسلام إبراهيم في برنامج ساتردي نايت لايف بالعربي مش هيستغرب. كمان آسر ياسين في دور الشيخ كان يموت من الضحك ولهجته كمان، وفكرة عملية الجواز دي أصلا كانت فكرة نجلاء في الأول، وهي العملية اللي بسببها اتقفشت في الآخر. وقت عرض المسلسل في ناس كتير كانت فاكرة إن عمر مش بيحب سكر وبينصب عليها ويقلبها في الفلوس، والتوقع ده بصراحة كان منطقي، لكن في الآخر عمر طلع بيحب سكر ومنصبش عليها، بس هما اتنصب عليهم من فتحي وعطوة وبقوا شحاتين بيشحتوا في اليونان. نهاية المسلسل المفتوحة كانت بتقول لنا ان في جزء تاني، وفعلا كان في جزء تاني هينزل من المسلسل السنة اللي بعدها لكن اتأجل، وبعد كده كاملة ابو ذكري قررت انها تعمل فيلم 100 وش، والفيلم ده هيكون مكمل لاحداث نهاية المسلسل. ولكن مع وفاة مصطفى درويش واللي حصل لرجل الفنان شريف دسوقي، بعدها كاملة ابو ذكري لغت الفكرة دي تماما. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. شغال في اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر، بيع شراء استبدال اللي انت عايزه. كويس جدا. وانا سامع ان انت شغال في الخليج. ايوه. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.